السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهلا بحبايب قلب المتابعين. يلا بينا يا حبايب قلبي نعمل مع بعض احلى مكرونة بالفراخ وبالخضروات زي ما انتم شايفين. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. طعمها كان خرافة تحفة جدا، هيعجبكم ان شاء الله لو عملتوها بالوصفة بتاعتنا ديت. وما تنسوش يا حبايب قلبي تدعموني وتدوسوا لايك ان عجبكم الفيديو. يلا بينا بقى نشوف المكرونة بتاعتنا الجميلة اللي طعمها جميل خطير وطعمها تحفة وريحتها جايبة اخر الشارع. والله كانت جميلة جدا ومشطشطة وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالخضار بس، والمرة دي هعملها بالفراخ زي ما انتوا شايفين بقى كده. انا جبت معلقة سمنة كبيرة. اجيب بقى اشوف هنعمل ايه بقى. جبت الطماطم بتاعتي هقليها الوحيدة في الحلة كده، بس اسيح السمنه لان كان يعني دي سمنه معموله عندي سمنه بلدي على سمنه نباتين، وكان عندي لان زيت الذره كان خلصان من عندي. انا بحب اطبخ دايما بالسمنه بالزيت الذره كده. السمنه بتاعتنا تحت احط فيها بقى التقليه الصلصه كده اللي انا عاملاها زي ما انتم شايفين. افضها بقى كلها كده وارجع احط لها بقى البهارات بتاعتها، معلقه فلفل صغيره ومعلقه ملح، ونحط لها بقى الكمون والكزبره. يعني المكرونه بتحب الكزبره والكمون والحاجات دي، غير التوابل اللي انا لسه هحطها للفراخ. واسيب بقى التقليه بتاعتنا تتسبك وارجع اشوف هنعمل مع بعض الخطوه اللي بعد كده. معايا بقى كسرولة اهيت. احط فيها بقى برضو معلقه سمنه زي ما انتم شايفين. ادح برضو معلقه السمنه ديت عشان هحط فيها الفراخ، بس تقدح معانا كده معلقه السمنه. طلع معلقه كبيره حلوه يعني. جبت كمان حته كمان عشان تحط الفراخ تاخد الصدمه بتاعتها في السمنه ديت، ما تشربش معاك الميه على طول كده زي ما انتم شايفين. افرد الفراخ بتاعتنا بقى كده في الكسرولة، واسيبها ما اقلبهاش علشان ما تسرش ميتها. اجيب بقى البهارات بتاعتنا احطها على الفراخ، اظبط لها البهارات بتاعتها. هنجيب بقى نحط بقى فلفل اسمر، وهنحط البابريكا وبصل. انا بجيب البصل البودر والثوم البودر بقلبه على بعضه وبحطه. جبت بقى البصل البودر حطيته، وجبت البابريكا دي مدخنه. واجيب بقى فلفل اسمر برضو معلقه فلفل اسمر اهيت. اي توابل عندك بقى 7 بهارات ولا 11 بهارات، ولا عندك اي بهارات بقى، عندك فراخ، كل البهارات اللي موجوده عندك بتمشي معانا في الوصفه بتاعتنا دي. وبهارات فراخ، كل البهارات اللي عندي انا حطيتها كلها زي ما انتم شايفين. ساعة ما حطيت البهارات دي بقى خلت ريحه الفراخ بقى ما اقولكوش جايبه لاخر الدنيا، وحاجه كده جميله تعجبكم ان شاء الله. وكزبره ناشفه وكمون، كل البهارات اللي عندك حطيها. ابتدي بقى اقلب الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. شوفوا الفراخ بتاعتنا لما خدت الصدمه ما صردتش ميه. اقلبها كويس بقى في بعضها كده. زي ما انتم شايفين مش هغيبها برضو على النار كتير علشان اما نحطها في التغذية بتاعه المكرونة وتستوي مع المكرونة ما تستواش قوي، لان هي بقت مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين، والفراخ ما بتغيبش على النار في السوا.
اقلبها بقى كويس كده. بقولكوش بقى الريحه بتاعتها ايه، جميله جدا، ريحه طالعه ايه بالصلاه على النبي كده، حاجه جميله جدا، وطعمها كان خطير مع المكرونه. ما اقولكوش، انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، كانت بالخضار بس، مكرونه بالخضار، كانت طعمها جميل. بس انا عملتها النهارده بالفراخ، وعندي برضو شوربه بطه هعملها بيها برضو، كانت جميله مخليها تحفه. كده الفراخ بتاعتنا هي خدت الصدمه بتاعتها بتوابلها بحالها. معايا بقى فلفل الوان، الفلفل الاخضر والفلفل الاصفر والاحمر، قطعته خرط صغيره زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ايه احطه على اللحمه، على الفراخ بتاعتنا دي، واقلبهم كويس مع بعض لحد ما الفلفل يدبل شويه في الفراخ، وياخد ريحه، الفراخ تاخد منه ريحه وهو ياخد من الفراخ، وتبقى ريحته جميله كده، ويكون دبل شويه على ما التقليه بتاعتنا اظبطها زي ما انتم شايفين كده. ريحه خطيره والله يا جماعه، خطيره ما اقولكوش يعني. ريحه الفلفل مع البهارات مع الفراخ حاجه كده تحفه، جميله جدا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. نشوف بقى ايه الخطوه اللي بعد كده، هنعمل ايه مع بعض. التقليه بتاعتي اتسبكت، هظبطها بقى عشان ازودها الشوربه بتاعتها. حطيت الشوربه على النار تغلي، علشان بس تغلي اسقطها في التقليه واسقط كل ده على بعض. هنشوف مع بعض الخطوه دي دلوقتي. حسيت ان الفلفل الاسمر بتاعي عويل، جبت كمان ايه نص معلقه صغيره، اقلبها بقى، وابتدي بقى احط شويه ملح عشان الفراخ برضه تشرب ايه من الملح بتاعها، وجبت شويه كزبره ناشفين، لان المكرونه بتحب الكمون جدا هي، والبهارات اللي هي الكزبره الناشفه والحاجات دي بتحبها جدا المكرونه دي، يديها طعم جميل. انا مفصلتش خالص الفيديو عنكم، والفراخ بتستوى. شوفوا الفراخ ما جابتش ميه الا لما حطيت لها الفلفل، هو اللي جاب ميه زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبهم مع بعض ياخدوا يدوا مع بعض كده دقيقه شويه على ما الميه تنشف. وجبت بقى مكعب خضار اهوت، مرق الدجاج، احطه بقى ايه على الفراخ برضو ايه عشان تديني طعم كمان جميل مع الشوربه مع الفراخ. حاجه كده جميله جدا، طعمها تحفه، هتعجبكم ان شاء الله. بس اعملوها بالوصفه اللي انا بعملها بيها دي. دلوقتي الشوربه بتاعتنا على النار حطيتها تغلي، والتقليه بتاعتنا متسبكه برضو اهي. بس الشوربه تغلي هضيفها على على التقليه، والفراخ بتاعتنا نشفت اهي من الميه اللي كانت فيها، والشوربه غلت. افضيها بقى على التقليه كده بالراحه كده، اروق عليها كده، واجيب برضو الفراخ بتاعتنا برضو ايه احطها على التقليه عشان اظبط ملحي واظبط توابلي، عشان ايه ما نحط المكرونه يبقى المكرونه كده مظبوطه معانا. جبت بقى الفراخ اهي افضيها على التقليه، بس التقليه بقى تغلي هنسقط لها المكرونه زي ما انتوا شايفين. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، والله ريحه جميله جدا وتحفه، واكله مش مكلفه. بصدر فرخه عملت اكله العيال حبوها وقضت اليوم، ومش مكلفه يعني. ممكن بنعملها بالفراخ زي ما انتوا شايفين، وممكن تعملوها من غير الفراخ بنفس الطريقه، بس زي ما انا عملتها معاكم قبل كده في الفيديو اللي قبل كده. نسقط بقى المكرونه بتاعتنا كده او عقدها زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تظبطي عقد المكرونه عشان ما تجيش منك مستويه قوي.
كانت مظبوطه. جبت لها بقى ايه، عندي فلفل عينها في التلاجة في الفريزر، غسلته وقمت بقى ايه ماسكاه مقطعاه كده علشان ايه, المكرونه بتاعتنا كده تبقى مشطشطه، لان بعيالي بيحبوها مشطشطه. اللي عايز بقى يحطه يضيفه، مش عايز براحته، على حسب بتحبوا الشطه الحاجه الحراقه ولا ما بتحبوهاش. عايزه تحطي شطه ناعمه برضو حطي براحتك يعني، المتوفر عندك في البيت. بس انا الشطه الناعمه كانت خلصانه عندي، حطيت القرن الشطه ده. تفضلي بقى ايدك فيها كده تقلبي فيها لحد عشان ما تلزقش منك وتتهدر منك في الحل، لحد ما تبتدي تنشف من الميه. توطي عليها النار بقى ايه، تتردد وتستوي معانا زي ما انتوا شايفين كده. حاجه بسم الله ما شاء الله. المكرونه معانا ابتدت تنشف من الميه بتاعتها بقى اهيت كده. بقى ابتدي بقى اهدي النار عليها واسيبها تتردد وتاخد مع بعضها لحد ايه ما تستوي. اغطيها بقى كده دقيقه تتردد، وكده بقى ايه المكرونه معانا اترددت زي ما انتوا شايفين اهيت مستويه. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، مفرفره حبايه من حبايه اهيت. والفراخ بتاعتنا بقى والمكرونه ما اقولكوش شربت الريحه من بعضها. حاجه كده كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تدعموني وتدوسوا لايك، وعلى الله الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.